سيد عبد الحفيظ، وفي تحفظ دفاعي كده لنادي الزمالك ومحاولات هجوميه زي ما احنا شايفين للنادي الاهلي. وادي الجبهه اليمين ابراهيم وسيد، وابراهيم على طول الكره العرضيه وجول جول 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 علاء ابراهيم، وحط هدف جميل ومن الحته اللي رفعها الغندور في الشوط الاول وجه منها هدف في نفس الحته يرفع ابراهيم ويقابلها علاء ابراهيم الغير مراقب تماما من خط ظهر النادي الاهلي. بعد 5 دقائق يحط علاء ابراهيم هدف جميل قوي بوش رجله من اهداف الشيخ طه اللي كانوا بيعصروا لاعبي الستينيات. بعد 5 دقائق من الشوط الثاني يتعادل. هنشوفها مره ثانيه اهو. الحته دي كان النادي الاهلي محروم منها، ما كانش بيتقدم ابراهيم ابدا في الشوط الاول. لما تقدم ابراهيم اهو ورفع الكره دي، طبعا خطا الجبهه اليمين عبد اللي هو احمد صالح، واستقبلها حلوه قوي قوي علاء ابراهيم بوش رجله في الزاويه البعيده، ما يقدرش ابدا. شوف خطا ومرفوعه، ما شفناش ابراهيم في الكادر ده في الشوط الاول اللي كان معمول عليه ضغط. وادي الكره اللي لعبها، وادي التصويبه الجميله اللي بوش رجله وخش على شمال عبد الواحد. ليتعادل الاهلي بعد 5 دقائق من الشوط الثاني.